قطعوها ولا ما قطعوهاش، وعلاش الواتساب تم توقيفه في ايران، وشنو تداعيات الحرب السيبرانيه الكبيره اللي راهي صاريه. هذه الاخبار كامل اروح نعطيها لك في نشرتك اللي تعطي لك ملخص لاهم الاحداث التقنيه في الجزائر وفي العالم في دقائق. اول خبر من الجزائر وتدشين اول مركز للطائرات بدون طيار، الدرونز. هذا المركز واش راح يدير؟ راح يقوم بالتصنيع، بالتدريب، انه يمد شهادات متعلقه بالطائرات بدون طيار الدرونز، وراح يكون في بوسماعيل ان شاء الله، وراح يكون مساهم في الاقتصاد بطريقه مباشره وغير مباشره، اما في مجال الطاقه، مجال الفلاحه، وراح يكون اضافه نوعيه ان شاء الله. اضافه الى هذا ايضا شهدنا في الاسبوع الماضي ان الجزائر وكوريا الجنوبيه وقعا اتفاق في مجال الامن السيبراني. نعرفوا بلي كوريا واحده من البلدان المتميزه في المجال التقني. جاءت هذه المبادره من اجل تعزيز الرؤيه الجزائريه للامن القومي وللامن المتعلق بالسيبرانيه. البنتاغون يوقع عقد مع اوبن اي اي الملكه للشات جي بي تي ب 200 مليون باش يعاونوهم في الذكاء الاصطناعي، وباش ايضا يزيدوا يساهموا انه الذكاء الاصطناعي يدخل في المعارك، يدخل في الاستراتيجيات. نعرفوا اليوم اهميه الذكاء الاصطناعي في الحروب، على بها البنتاغون وقعت هذا العقد مع اوبن اي اي. في نفس الوقت اوبن اي اي وعن طريق رئيسها سام التمان قالت باللي هناك حمله شرسه من عند مارك زوكربيرغ باش يدي اهم العلماء ولا اهم المتميزين في اوبن اي اي الى ميتا اي اي، وكاين مكافاه توقيع توصل حتى 100 مليون دولار. نعم، هذا ماشي راتب سنوي ولا مكافاه توقيع، معناتها تسيني في اوبن اي اي يعطي لك مارك 100 مليون باش تشوف الحروب تاع العقول كيفاش راهي خويا. هذا الاسبوع ثاني ترامب خرجنا بهبال جديد، وين الشركه تاعو ترامب اطلقت هاتف يقولوا بلي اول هاتف مصنع في امريكا، بين قوسين الهاتف ما يبانش كاع بلي مصنع في امريكا. اضافه الى هذا طلقوا ايضا نسخه جديده ولا نقولوا شبكه جديده اللي اسمها ترامب ايضا، وفيها العديد من الامتيازات، شبكه هاتف وانترنت وكلش ب 49 دولار، والهاتف يدير 500 دولار. اسكو زعما كاين اللي يشريه ابار انصار ترامب؟ ما نعرف. بخصوص الحرب اللي راهي صاريه ايضا بين احفاد هذوما وبين ايران، الحاجه الاولى ايران اليوم منعت تقريبا استخدام الاجهزه المتصله بالانترنت الا لتكون عن طريق موافقات. علاش؟ لانه كاين تفجيرات تصرى عن طريق الانترنت، كاين ايضا تسريبات، كاينه ايضا حروب كبيره سيبرانيه راهي تصرى، على بها منعت استخدام الانترنت وقلت منه بزاف. وحتى برنامج كيما واتساب منعته لانه قال بلي الاحتلال راهو يحدد الاماكن عن طريق الواتساب. من جهه اخرى ايضا الاحتلال واش راهو يدير؟ راهو يدير حرب اعلاميه كبيره على المواطنين، على الصحفيين، على اي انسان ينشر فيديوهات او ينشر صور حول الدمار، راهم يقوموا بالمداهمه ديالهم ويمنعوهم من نشر الحقيقه. علاش؟ باش ما ياثروش على النفسيه تاع المواطنين ديالهم المزعومه. جوجل ايضا اعلنت على جيميناي 2 لفرصه اخرى باش تنافس شات جي بي تي. شفنا بلي كاين تحسينات في الكتابه، في الاوامر الصوتيه، في المخاطبه، وايضا نقصوا بزاف من الهلوسه اللي تصرى في هذه النماذج. شوف بلي جيميناي قادره على انها تنافس شات جي بي تي، ولا شات جي بي تي سي بون هارب. وانعم هذا العام لاول مره نشوفوا بكالوريا في الجزائر بدون قطع كلي للانترنت. واش صرا هذا العام؟ انه شفنا باللي لا فيبر اوبتيك لا دي اس ال في دي اس ال ما تكوباتش كامل، حتى لي ريزو سوسيو ما تنحاوش، وهذا امر اللي ساعد بزاف الناس اللي يخدموا لي فريلانس ويخدموا بار انترنت كامل. كانوا 9 سنين وحنا نعانيو من الامر هذا، لحد بوين كان لمواقع التواصل في الساعات اللي كانوا يجوزوا فيهم في لاكاجي، وهذه كانت مختلفه. كان اللي كان يقول لك برك في الاماكن اللي تكون قريبه لمراكز اجراء الامتحانات ولا بصفه عامه، لكن كان تذبذب وما كانت حاجه باينه. معناتها نقدروا نقولوا لي اول مره منذ 9 سنين ما يكونش كاين قطع الانترنت في الجزائر. حاجه ما نقولكش تفرح، لكن الحمد لله انه انتقلنا من قطع الانترنت على انه ولينا اليوم نقدروا نلقاو حلول على انه كيفاش نقدروا نجوزوا الامتحان بلا ما نضروا بزاف ناس، خاصه نعرفوا اليوم بلي راهم يعتمدوا على الانترنت. كانت هذه نشرتك لهذا الاسبوع، مازال ما خليتلاش الاسماء نقول نشرتك برك. خلي لي في رايك في التعليقات، خلينا نهضروا على الاخبار هذه، ومثل لي ايضا رايك في هذه الفقره وكيفاش نقدروا نطوروها. اذا كان معكم عبد الحق من فريق ميل انتك، وسلام.